مرحبا، كيف الحال؟ اليوم رح أعلمكم وصفة حلوة وجديدة عليكم. بمصر هون ما أظن بتعملوها، اسمها معكرونة بالزبادي. الوصفة بدها معكرونة أي نوع عندك، يكون هذا الحجم، أي نوع أنت بتفضليه، حتى لو سباجيتي أوكي. توم، بقدونس للزينة، زبادي علبتين بتجيبي، ولحمة. اللحمة هاي اختياري، أنا محمسيتها مع بصلة وملح وفلفل، وراح نطبق هلأ مع بعض بعد ما نسلق المعكرونة. هلأ بعد ما غلت المي راح أضيف لها ملح وشوية زيت، وبعدين راح أحط المعكرونة. طبعا بدك تحركي أول عشان ما تمسك مع بعض. بعدين هنستناها لما تخلص. وهلأ بهالفترة هاي رح نتبل اللبن او الزبادي مع الثوم والملح. تاني خطوة عندي رح اضيف الثوم. انا الثوم عندي لما بعمله هيك بالفريزر بكون ضيفيت له ملح، عشان هيك ما ضفت ملح على الزبادي. رح نخلطه مع الزبادي كتير، تحركي. هي الاكلة هاي بتحب الثوم. طبعا انت رح تشوفي تذوقي وتشوفي كيف الملح او كيف عيلتك بتحب ملح خفيف ثقيل. وهلا لما تستوي المعكرونة رح اورجيكم الخطوة الثانية. هلا بعد ما سلقنا المعكرونة وصفيناها منيح، رح نضيف شوي بس من اللحمة، ونخلي الباقي لزينة الوجه، بس عشان تاخد المعكرونة نكهة اللحمة والبصل اول شي. وبعدين رح اضيف الزبادي واخلطهم منيح واحطها بطبق التقديم. هلا هضيف الزبادي مع الثوم، خلطناه منيح، تتأكدي من الملح. وهي بتتقدم الأكلة باردة طبعا. اخلطيهم مع الزبادي، وبعدين راح افرجيكم اياها هلا بعد ما حطيتها بطبق التقديم مع الزينة. طبقنا لليوم صار جاهز، معكرونة بالزبادي. بتمنى انكم تطبقوها وتقولوا لي رأيكم وتعملوا شير لاصحابكم حتى يستفيدوا. وصحتين وعافية.